ملكة حكمت أعظم إمبراطورية في العالم واتمسحت من التاريخ. نفرتت يعني الجميلة قتل، بس جت من إيه وإيه أصلها ونسبها محدش يعرف. بعض المؤرخين بيقولوا إنها أميرة من مملكة ميتان، والتانيين بيأكدوا إنها من أسرة مصرية نبيلة، والأغرب إن في اللي بيعتقد إنها كانت خادمة وصلت للعرش بجمالها وذكائها. بس اللي إحنا متأكدين منه هو إن ظهورها غير مجرى التاريخ في الأسرة ال18. إخناتون وقع في حبها بشكل جنوني لدرجة إنه خلاها شريكته في كل حاجة حتى في الثورة الدينية. إخناتون قبل ما يبقى إخناتون كان اسمه أمنحتب الرابع، يعني المحب لآمون، وعاش بيه حياته كلها. بس فجأة اتغير للمحب لآتون ورمى ورا ظهره كل حياته وتقاليده اللي عاش بيها، وغير كمان ديانة مصر القديمة كلها وعاصمتها كمان. كل ده كان صدفة؟ وإيه السر اللي خلاه يعمل كل ده؟ لأول مرة في التاريخ المصري تظهر ملكة بنفس قوة الفرعون. هل كانت نفرتيتي هي العقل المدبر وراء ثورة إخناتون الدينية؟ الثورة اللي هزت مصر من أساسها وألغت كل الآلهة علشان تعبد إله واحد جديد؟ أول ما بنسمع اسم نفرتيتي أول حاجة بنتخيلها تمثال وشها اللي بيسحر كل اللي بيشوفه. التمثال ده اكتشفه سنة 1912 وخده على ألمانيا، وهو هناك من وقتها في متحف برلين الجديد. وجهها أصبح رمز للجمال ل3000 سنة. يا ريت ترجعوه بقى ويبقى في حبة دم. في السنة ال14 من حكم إخناتون نفرتيتي تختفي تماما من كل السجلات، لا نقوش ولا تماثيل ولا حتى ذكر الاسمها في أي من السجلات الرسمية للإناث في العاصمة الجديدة. اتمسحت تماما كأنها لم توجد. الحذف المفاجئ لاسم الزوجة الملكية العظيمة نفرتيتي ساب فجوة في التاريخ المصري القديم لسه بندور عليه لغاية دلوقتي. الاختفاء المفاجئ ده أطلق العنان لعلماء المصريات يبحثوا ويعرفوا إيه اللي حصل. بعض المؤرخين بيقول إنها ماتت بمرض غامض أو مسمومة، وتانيين بيعتقدوا إنها طردت من القصر بسبب فشلها في إنجاب وريث ذكر لإخناتون. والنظرية الأكثر إثارة بتقول إنها حكمت مصر متنكرة في هيئة فرعون راجل بسبب وجود أدلة على فرعون غامض اسمه سمنخكارع، حكم لفترة قصيرة بين إخناتون وتوت عنخ آمون، وبسبب ظهورها في بعض النقوش المتأخرة زي ملكي كامل. بمجرد تولي حكم توت عنخ آمون ابن إخناتون من زوجته التانية، وبدأت الثورة المضادة وحملة الانتقام. كهنة آمون مسحوا اسمها من التاريخ انتقاما منها، وده أقصى انتقام. أبرار لم يكتشف رغم 100 سنة من البحث، وحتى يومنا هذا كل اللي لقيناه ليها هو تمثالها الجميل اللي أفشل مخططات كهنة آمون. نفرتيتي الملكة التي حيرت التاريخ نفسه، ماتت ولا اتقتلت ولا هربت ولا كانت أذكى من الكل؟ قول لنا أنت في التعليقات.